السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان، مرحبا بكم في فيديو جديد. الوجهة ديالنا حاليا غادي تكون إلى مضايق داتس ثم منعرجات تيسترين. من بعد ما نزلنا من المرتفع ديال أغنبور أورز، الطريق اللي كانت كلها منعرجات خطيرة واللي دات لينا ساعات ديال طريق يعني غير معبدة بيست. نخلي لكم بعض اللقطات ونرجعو نكملو الفيديو بجميع التفاصيل. وهادو هما اللقطات ديال اغنبون اورز، مرتفع اللي خطير الصراحه الاخوان. طريق يعني كلها بيست وفيها منعرجات اللي خطيره بزاف. المهم الدراري اللي باغيين يتفرجوا في الفيديو هذا يرجعوا الفيديو اللي قبل من هذا ويتفرجوا في الفيديو كامل، فيديو اللي زوين بزاف. نكملوا الفيديو ديالنا الاخوان. وكيف كتشوفوا في الفيديو ان مازال باقيين غاديين في البيست. هادو من بين السلبيات ديال الطريق، يعني الطريق تقريبا بين اغودال حتى البومالنداتس فيها واحد 50% ديال البيست اللي كديلك الوقت، اللي كتستهلك لك الوقت بزاف. كتشوف مثلا في المابس كيبان لك كيلومتراج قليل ولكن الوقت كتلقاه طويل بزاف. هادو من بين السلبيات ديال الطريق هادي. ولكن اللي زوين في الطريق هادي هو ان كاينين فيها 3 ديال المرتفعات، منهم اغنبون اورز ثم واد داتس ثم منعرجات تصدرين. وفي هاد الطريق هادي كاينين شي اماكن رائعه اللي غادي تشوفوها اول مره في هاد الطراجي هادي. كون وصلنا لدوار ايش موسى اوشو. دوار ايش موسى اوشو واحد الدوار اللي صغير اللي كيتواجد في الطريق ديالنا. من بعد غادي نتوجهوا لمسمرير. مسمرير ما بيناتهمش بزاف ديال الوقت، بين ايش موسى اوشو ومسمرير ما كاينش بزاف ديال الوقت. و البيست غادي تسالي منين غنوصلوا لمسمرير. غادي نكون وصلنا لمسمرير. بالنسبه لمسمرير هي واحد السونطر اللي كبير شويه مقارنه مع الدواوير. بحال دابا الا دخلتي المابس كتلقى في الطراجي كاينين بزاف ديال الدواوير، ولكن من بينهم مسمرير اللي واحد السونطر اللي كبير شويه اللي فيه جميع احتياجات اللي خصوك تلقاهم في هاد السونطر هذا. وتقدر كاع الا بغيتي كاع تبات هنايا. كاين السكالسيه، كاين البياس الا خصك شي بياسه في الموتور بحال السنسله، بحال البلاكيت، الفريدوات، الزيت. ممكن تيباني راسك. بالنسبه للدراري اللي كيدخلوا للمابس وبغاو يعرفوا البلايص اللي ممكن يعولوا عليها بالنسبه للأومبان، يعني مسمرير فيها اي حاجه بغيتيها تلقاها في هاد السونطر هذا. وكيف شفتوا مع دخلنا لمسمرير مع بدا الكودرون، يعني دابا حاليا غنبقاو غاديين في الكودرون حتى لمضايق داتس. قبل من مضايق داتس راه كان كله بيست. الطريق اللي دايز منا انا دابا حاليا راه كانت هي بيست، يعني كان الكودرون حتى توصل تقرب للمنعرجات ديال تصدرين عاد باش كتلقى الكودرون. ولكن دابا دوزو الكودرون ووسعوا الطريق شويه، ولات يعني مسربكه الطريق صراحه، ولات مزيانه. من بعد مسمرير غتشوفوا واحد المنظر رائع بزاف، هو هذا اللي غادي تشوفوا دابا. وهنا غادي نبداو طالعين مرتفع واحد اخر، وهاد الطريق هادي تيقولوا ليها وادات. حنا غادي نوقفوا في واحد البلاصه واعره بزاف، غنشوفوا واحد المنظر من فوق يا سلام. ودخلت المابس باش نعرف شنو سميت هاد البلاصه هادي، ما لقيت حتى شي سميه. المهم هي قريب ليها واحد الدوار، الاسم ديالو تيدريت، هو اقرب نقطه لهاد البلاصه هادي. خليكم مع الفيديو غتشوفوا واحد المنظر يا سلام. والطريق هادي تستحق انك تدوز منها بالنسبه للدراري اللي عندهم الدراجات الناريه. واخا كاينه صعوبات في الطريق ولكن طريق ممتعه وزوينه وفيها ما يتشاف. الله
تما منين هابطين هادو وكيرا بلايص ديال العوم هاديك الداي. خطارة البلاصة يا صاحبي، لا خطارة ديال جزاف. واو مفوندي يا صاحبي. هاد البلاصة الخوت راه كانت كاملة بيست، هادي كانت كاملة بيست، هادي تا هي داز فيها الكودرون. عندي الفيديوهات ديال هاد البلاصة هادي والله الا عندي. بات لينا واحد البلاصة فين ممكن ان نضربو واحد الاطلالة، وهبطت انا والصديق ديالي ونسيت الكوبرو، نسيتها شاعلة وخليتها هنايا. انا راني هبطت، الصديق ديالي هو لاحق عليا. وجا ما طلعنا من هنا ولد الحاج، الهبوط راه دغيا كدردب. بنادم ما دايرين معاه المزيان اصاحبي، دايرين لي هاد البلاصه فين يضرب طله، ما عندوش كيفاش يضرب طله. هاد دار هاد اللعيبات اللي بانين بلا طين بلا والو، حجر فوق الحجر. انا تكت هبطت الصور كامل. شوف فين غيهبط. واو 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 واو، علم الله شحال من هنايا ديال العبار باش توصل للارض. المهم تما كاينين دراري تيعومو راه عمق، كيفاش نزلوا الله اعلم. المهم اخرين بانوا لنا جايين مالا جايين مع الواد من هنا، ربما الا بقاو غاديين مع الواد كيطلعوا من شي بلاصه، ولكن هادشي راه كبير بزاف، يعني باش تهبط لتحت راه غتموت. من بعد غادي نكملوا الطريق ديالنا، وغادي نصادفوا واحد المعالجات اللي زوينين، غورج داتس. يعني قبل ما نوصلوا لغورج داتس كيكون واحد المنعرجات اللي هما اللي كيهبطوك للدوار اللي قريب لهاد البلاصه، لهاد الاطلاله اللي سميتو تيدريت. واخيرا وصلنا لمضايق داتس، واخيرا واخيرا واخيرا. وهنا غادي نكون وصلنا لي غورج داتس. الخوت لي غورج داتس راه ماشي هما لي غورج تودغا، مع كيتشابهوا، وكاين اللي اي واحد دابا بارطاجيتي معاه شي تصويره في هاد البلاصه كيسحبها لي غورج تودغا اللي كاينه في تينغير. هادي لا، هادي كاينه بين مسمرير و تيسطرين، اولا بين مسمرير و بومالين داتس. بدينا من قبيله حنا كنخيطوا معاهم. زدنا واحد شويه لقدام، وقفنا في واحد البلاصه، حيدنا الحويجات ديالنا وارتاحينا في هاد البلاصه هادي، وعملنا في هاد المكان الرائع في هاد الواد هذا. راه كاين واد انا غادي نبارطاجيه معكم، عملنا في هاد الواد هذا، ومن بعد عاود شدينا الطريق.
المهم تحركوا من لي غورج. دابا غادي نمشيو لتيسدرين، منعرجات ديال تيسدرين. ريحنا هنايا واحد 40 دقيقة وعمنا فيها هنايا. الدري تا هو عام بقات لينا على بومالندات 32 كيلومتر لبومالندات. ودابا غادي نتوجهوا لمنعرجات تيسدرين. المهم واحد المعلومه الاخوان، بالنسبه لي غورج داتس، هاد البلاصه اللي حنا فيها ومنعرجات تيسدرين، راه كاينه واحد المسافه اللي قليله. الا كنتي غادي من هنا غادي تم غادي طالع غادي دير تقريبا واحد 7 دقائق ولا 8 دقائق. ولا كنتي جاي من تيسدرين من منعرجات تيسدرين وجاي هابط لهاد لي غورج داتس غدير تقريبا شي 4 دقائق ولا 5 دقائق. دابا كاينين شي دراري كيجيو من بومالنداس حتى لتيسدرين، منعرجات تيسدرين وتيرجعوا، ما كيكملوش لهاد البلاصه، ما كيسحبوها بعيده، هي راه حداها. كمل لهاد البلاصه هادي راه بيناتهم 5 دقائق وديك الساعه رجع في حالاتك. يعني الخوت حنا دابا وصلنا لي غورج عفوا منعرجات ديال تيسدرين. بينهم وبين لي غورج دابا يلاه تحركت من لي غورج تقريبا شي 5 دقائق ولا 10 دقائق. شوفها في الكوكرو غتكون شي 6 دقائق، 6 دقائق حتى 7 دقائق كاع باش تحركت من لي غورج. وانا وصلت المنعرجات ديال تيسدرين. يعني بين لي غورج دات ومنعرجات ديال تيسدرين ما كاينش الوقت بزاف، واحد 2 كيلومتر كيبان لي انايا، شي 2 كيلومتر. ولا غادي نكون وصلنا لمنعرجات تيسدرين من الجهه الا كنتي جاي من مسمرير اولا من اكدال. اول مره غادي نكون جاي وانا هابط، يعني مولف كنت جاي طالع وكنكمل الطريق. دابا جاي العكس، جاي غادي نهبط المنعرجات ديال تيسدرين وغادي نكملوا بومالندات، ومن بومالندات غادي نكملوا الورزازات. المهم حنا دابا حاليا منعرجات تيسدرين، هذه هي الاطلاله الاخوان. وهادو هما منعرجات تيسدرين للمره الثالثه. المهم خدينا بعض الصور ديالنا. ودابا حاليا غادي نبداو هابطين المنعرجات بعد ما خدينا الصور. اول مره غنهبط منهم، مولف كنت جاي طالع. المهم الدري بقى الفوق كيصورني بالتليفون وقلت ندخل لقطات ديال من الفوق والتصوير بالبوبرو. وهنا كنت كنشير ليه بيديا باش نوقف في هاد البلاصه هادي. كنت درت معاه باش نوقف حتى هاد الصخره هادي، نتسنى هنايا وفي نفس الوقت نصوروا في هاد المنعرجات ديال تيسدرين.
وغير كتنزل من هاد المنعرجات ديال تيسترين كتلقى لي زوطيل بزاف اولا لي كومبينغ على الجهد. يعني من ابتداء من هاد اللحظه هادي كيف كتشوفوا غتبقاو تلقاو لي كومبينغ والوطيلات حتى البومالندات، يعني على طول المسافه. كيف شفتوا في الفيديو كاينين لي كومبينغ بزاف، وهادو اللي القدام غتشوفوهم هادو وطيلات اللي فيهم بيوت وابارتمات على حساب الا كنتو عائله ولا كنتي انت وشي صديق راه كتاخدو غير شي بيت بحال ما هكا. الوجهه ديالنا حاليا غادا تكون الى مدينه ورزازات. تما غادي يكون المبيت ديالنا ان شاء الله، وغادي ندوزو على قلعه مكونه نوقفو غادي نتغداو فيها ونتلاقاو في قلعه مكونه. المهم الاخوان وصلنا لقلعه مكونه تغدينا فيها، ودابا راه الخمسة والزياده دابا، يعني راه فات وقت الغداء. المهم تغدينا هنا قصينا ودابا غادي نكملوا لورزازات. ضربنا نهار تقريبا في الطريق صعيبه، شحال ديال المنعرجات وشحال ديال البيس ضربنا. الطريق صعيبه، الطريق ديال مسمرير صعيبه بزاف، وديال تين غير شويه. المهم ديال تين غير انا كدير تقل من هذا الوقت كامل، ولكن الا بغيتي تتمتع وبغيتي تعيش المغامره راه خصك دوز على مسمرير. المهم حنا في قلعه مكونه مدينه الورود، نضربو شي طلع على الريزيرفوار. ودابا غنشدو الطريق ان شاء الله الى ورزازات. وصلنا لخوت سكورة. اقليم ورزازات. الله يا ربي الله، حنا وطبنا من الماطر مساكن علم الله الماكينات. المهم ضربنا من قلعة مكونة لهنايا قول شي 52 كيلومتر ديريكت، ما وقفناش كاع. ودابا حاليا الخوت نخليوكم حتى المنورة سكورة ورزازات، وغنمشيو ان شاء الله لتازناخت ان شاء الله وليا فراسكم. باي.